مرحبا، أهلا وسهلا فيكم بمطبخ محمد الحلبي. اليوم بدنا نعمل أكلة حلبية بامتياز، مخلوطة حلبية للأكلات الشتوية. هون عندي كيلو من العدس البرتقالي أو العدس الأحمر مع كوب من الرز حبة قصيرة، نغسله كتير منيح، وبعدين بدي أحطه على النار حتى نسلقه ويستوي. أنا بحطهم هيك مع بعض، ما بسلق كل شي لحال، هيك بيستوي. بس عندي استوى الرز بكون خلصت طبختنا. هلا هون عندي اللحمة اللي بدنا نضيفها للمخلوطة. لحمة، نص كيلو لحمة غنم مع 4 كيلو من الدهنة، وضيف عليه هون حبتين من البصل الكبار. المخلوطة بتحب البصل. نخلطهم مع بعض ونحركهم، نقليهم حتى يستووا عنا تماما، تستوي اللحمة ونسلي الدهنة والبصلة حتى تستوي، لأنه البصلة ما راح تاخد بعدين على النار كتير وقت، فبدنا نتأكد إنها استوت على النار المظبوط. ونضيف الملح والفلفل الأسود أو بهار الحلبي، هي طبعا الأساسية، ونخليها تستوي عنا اللحمة. بعدين هلأ بدنا بعد ما استوت عنا اللحمة بدنا نضيف لها البهارات الأساسية للمخلوطة. ورجعت ضفت شوية فلفل أسود، والبهارات هي عبارة عن معلقة كبيرة من الكمون ومعلقة من الفلفلة الحمراء، طبعا الحدودية مثل ما انتو بتحبوا، حدة او حلوة او وسط او مثل ما انتو بتفضلوا. نقليهم مع البهارات، بعدين بدنا نضيفهم فوق الطبخة كمالة الطبخة، هيك حتى تشرب عنا النكهات والبهارات واللحمة تتغلغل بالبهارات. المخلوطة من الأكلات الشتوية دائما بالبردات أيام الشتاء، تحسسنا بالدفى والجمعات الحلوة. كتير كتير أكلة لذيذة. هون عندي استوى العدس واستوى الرز، وشوفين كيف العدس والرز ضايفين على الوش، ما مخليهم بعد ما يستوي خلص مباشرة بنشيلها من على النار، نكون قلينا اللحمة عنا والدهنة، ونضيفهم فوق المخلوطة. بعدين بنخليها تغلي غلوة بسيطة، يعني مدة 5 دقايق مو أكتر أبدا، لأنه تركناها أكتر رح تعلى عنا وتعزل وتفصل وتغير الطعمة وتشوط وتصير مخلوطة عالم آخر. هون عنا بس بدنا إياها هيك تغلي غلوة وحدة وغلوتين، يعني ما أكتر من 5 دقايق أبدا، وحتى مو على نار عالية لأني ممكن تعلق عنا. شايفين هالألوان والطعمة وامتزاج من الفيتامينات والنكهات، يعني هي والعناصر الغذائية، يعني هي فيها نشويات وبروتينات ونكهات وبهارات. أكلة خطيرة خطيرة عن جد، اللي اخترعوها الأول فظيعة. هون عندي صارت المخلوطة جاهزة، فورا من على النار تحطيها على الصفرة مع الفلفل الخضراء المخلل والفجلات، ويا سلام، أكلة غرامية. في ناس بتاكلها مع خبز مقلي، وفي ناس بتاكلها مع خبز يابس، انتو كيف ما انتو بتحبوها كلوها، وصحتين وألف عافية. وندوق طبختنا العظيمة. شايفين السماكتها ما لا سميكة ولا لا مرقة، طبعا بسبب فيها رز فهو فيه نشا. نحن لما بنسلقها بكتر كمية المي عنا بمنيح حتى ما تطلع عنا سميكة. ودوقولي على هاللذاذة، لذاذة لذاذة فظيعة فظيعة. ولا تنسوا تشتركوا بقناتي. يلا سلام.